صباح الخير. النهاردة هنعمل البرجر السيومي. هنعمل سندوتشات البرجر السيومي. طريقته سهلة جدا وبسيطة. والمكونات بتاعته بسيطة جدا ومش مكلفة خالص. يلا بينا نشوف احنا عملنا ازاي البرجر السيامي مع بعض. احنا هنا عندنا طاسة على النار، حطينا فيها معلقتين كبار زيت وضفنا عليهم. حطينا بصلاية قطعناها صغير زي ما بنعمل السلطة، تمام، مكعبات صغيرة. وكمان حطينا فلفل الوان زي ما احنا عايزين، وممكن فلفل حراق كمان. وضفنا كمان 3 فصوص كبار توم، تمام. كده بنشوحهم مع بعض، احنا عايزينهم يتبالوا خالص زي ما قلنا عايزينهم يتبالوا. وكمان هنا انا ضفت جزرية مبشورة علشان اضافة طعم كمان واضافة القيمة الغذائية اكتر. عندي هنا انا كوباية فول صويا، انا حطاها في طبق غويط وضفت عليها كوباية دافية او كوباية سخنة. انا حاطة فيها مكعبين مرقة سيومي او مكعبين مرقة خضار، تمام، زي ما احنا شايفين كده. هنقعهم لمدة نص ساعة وبعد كده صفيها كويس جدا واحطها على الخلطة اللي انا عاملاها في الطاسة، تمام. هنا قلبت الفول الصويا في الطاسة مع الخضار اللي احنا حاطينه مع الثوم ومع البصل ومع الفلفل زي ما احنا شايفين كده بالظبط، وبنقلب كويس جدا. هنضيف كمان بعد فول الصويا هنضيف عليهم معلقتين كبار صلصة طماطم تقيلة او صلصة جاهزة اللي هي البواكي الجاهزة، عشان تدي اللون الحلو الاحمر معانا، تمام، تدي لون اللحمة معانا. هنضيف كمان الملح والفلفل الاسود، رشة فلفل اسود وملح ورشة كمون خفيفة ومعلقة بصل باودر ومعلقة توم باودر، تمام، عشان تحلي الطعم معانا. ومكعب مرقة خضار لو احنا عايزين، بس ما ننساش ما نكترش منها قوي عشان احنا ضايفين منها للمية بتاعة الفول الصويا، تمام. ممكن كمان نحط معلقة صغيرة بابريكا بتدي طعم ولون جميل جدا. بعد ما هدي الفول الصويا مع الخلطة اللي احنا عاملينها في الطاسة، بعد ما هدي شوية او ضيفي معانا شوية، انا عملتها ناعم او خلطتها ناعم في الكبة تكون ناعم جدا. وبعد كده كمان هضيف عليها بطاطساية متوسطة انا كنت سلقاها بقشرها وهرسها كويس جدا، هي اللي هتربط معايا الخليط. انا ضفت البطاطساية، انت تقدري تزودي الكمية او تقللي زي ما انت عايزة، ونقدر كمان اللي احنا نحتفظ بيها في الفريزر، نعمل كميات ونحطها في اطباق فويل ونحطها في الفريزر، بس بين الطبقة والطبقة نحط كيس بلاستيك عشان ما يلزقوش في بعض. قلبت كل الخليط كويس جدا مع بعضه زي ما احنا شايفين عشان يمتزج كله مع بعضه. انا هنا شكلت البرجر على هيئة دواير، وبعد كده بأي كوباية فردتها على ورقة زبدة او على اي كيس بلاستيك، تمام. وبأي كوباية بقها واسع شوية او بأي طبق، وقطعتها كده بالمنظر دوت، او ممكن اعملها بايدي عادي اسويها كده زي ما بنعمل اقراص الطعمية العادية خالص، تمام. انا هنا دهنت الطاسة زيت على خفيف، تمام، تكون في طاسة تيفال علشان البرجر ما يلزقش مننا. على درجة حرارة متوسطة. احنا كده كده الخضار والفول الصويا مستوي معانا، احنا مجرد بس ما تاخد كفر ووش خارجي كده بس، تمام. زي ما احنا شايفين اللون بتاعها هيغير وهيبقى جميل جدا زي البرجر العادي بالظبط، ما يفرقش اي حاجة خالص. بعد ما قلينا البرجر بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، نقدر نعمله سندوتشات ونعمل كمان معاه بطاطس محمرة، ونحطه في عيش كايزر او سندوتشات زي ما احنا عايزين. نعمل معاه طبق سلطة، نعمل شرايح طماطم وبصل وخس ونحطهم في كايزر، تمام، زي البرجر الفطاري بالظبط، ما يفرقش اي حاجة خالص. بجد الطريقة دي جميلة جدا وسهلة وهتعجبكم جدا. يا رب طريقة البرجر البسيطة الصيامي تكون عجبتكم. ان شاء الله كمان الايام الجاية هننزل وصفات كتير صيامي.
هنعمل كمان الحواوشي، وهنعمل فطير مشلتت صيامي بطريقة بسيطة جدا وطريقة ناجحة ومضمونة، وهنعمل الجلاش، وهنعمل المكرونة البشاميل الصيامي، وهنعمل كمان البطاطس، البطاطس المحشية على الصاج صيامي بطريقة حلوة جدا. وكمان هنعمل سندوتشات كتير علشان ما نملش من الصيام. وكمان هنعمل البطاطس المنفوخة بطريقة حلوة جدا، والبطاطس الوردة كمان. يا ريت بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة وينورنا باشتراك، ويدوس ويفعل على علامة الجرس اللي تحت كلمة اشتراك. واشوفكم دايما يا رب على خير. باي باي.